السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا عينة يورين النهاردة، نعرف شوية تفاصيل كده في اليورين اكزامينيشن، الفيزيكال والكيميكال والميكروسكوبيك اكزامينيشن، ويلا نشوف مع بعض التفاصيل في حلقة سريعة بإذن الله. طبعا فحص البول في فحص الفيزيائي، الفحص الظاهري، ودي اول نقطة بنشوفها في العينة اول ما توصل لنا. زي ما احنا شايفين كده العينة بتكون جاية في القب الاسترايل كونتينر، القب بتاعنا المعقم. اول حاجة بنبتدي نشوف بعض التفاصيل البسيطة زي الكلر. طبعا العينة دي بيلو، الاسبكت المظهر بيكون العينة بالنسبة لنا هنا بتكون تربد، الديبوزيت لو في راسب، وده بنشوفه لما نسنتر العينة. وفي الكيميكال اكزامينيشن ده اللي بنستخدم معاه شرايط اليورين الستريب، يورين ستريب. نستخدم شرايط عشان نشوف الفحص الكيميائي، نشوف البلاد، يورو بيولوجين، باليروبين، بروتين، نيترايت، كيتون، الجلوكوز، والليكوسايت، والبي اتش، والسبيسيفيك جرافيتي، الكثافه النوعيه، وشويه تفاصيل كتيره جدا بنحتاج نعرفها باليورين ستريب. ومعانا بعض الاختبارات التاكيديه، زي كابسط شيء ان انا لو طالع عندي بروتين على الشريط بحتاج ان انا اعمل حاجه اسمها غليان، واضيف يوريك واضيف حمض عشان اتاكد من وجود بروتين. يلا نشوف العينه على تحت الميكروسكوب ونعمل الكيميكال اكزامينيشن بالستريب يورين. طبعا بالنسبه لنا العينه دي ككلر دي بيلو، وبرضه كتربيديتي الاسبكت المظهر بتاعها طبعا عينه هي شبه يعني دي بيلو جامد، فيها بالروبين عالي، وممكن يكون فيها كمان بلد. هنشوف دلوقتي بالشريط. وتربت طبعا. بنحط العينه دي في تيوب زجاج، نبدأ نعمل الفحص الكيميائي، وناخد شريط من اليورين ستريب، ونشوف هيظهر معانا ايه على الشريط. بنغمسه طبعا في الأنبوبة، يقعد من 30 ثانية ل 60 ثانية، نبتدي ناخد القراءات بعد ذلك ونشوف النتيجة. طبعا دي معظم الألوان الطبيعية، اللي هو أول جزء ده هو بيبقى يكون فيه كل النورمال بتاعتنا، من اول البلاد، يورو بايلينجين، بالروبين، بروتين، وهكذا. الجزء اللي على الشمال ده اول صف، ده اول عمود، ده هو ده النورمال. نبتدي نعمل مقارنه بينه وبين بقيه الصفوف، ونشوف الاستريبيورين يتغير الالوان انهي الوان، ونبتدي نشوف نقدر النسب. مثلا ده الشريط بتاعنا، الكيميكال اكزامينيشن بتاع الحاله اللي معانا. طبعا مدينا بلاد، طبعا بلاد ممكن بلس 2. طبعا مدينا اليورو بايلونجين، طبعا في يورو بايلونجين عالي، اللي هي الصبغه اللي بتنزل في البول. البيليروبين برضو مدينا، ومعانا بروتين برضو. هنبتدي نعمل اختبار التأكيدي، ومدينا نيترايت اللي هي لونها بينك دي برضو. ومدينا كمان الليكوسايت طبعا شديد، فهيكون كرات الدم البيضاء. دي كلها الطريقة انت تقدر تقارن النورمال بالابنورمال. الابنورمال دي الالوان بتاعتنا النورمال اللي على العلبة، والالوان اللي طالعة على الشريط بعد من 30 ل 60 ثانية. وتقدر تقول ايه. هنعمل الاختبار الغليان مع بعض عشان نشوف البروتين ونشوف الفحص الميكروسكوبي بإذن الله. طبعا علشان تعمل اختبار الغليان بتاخد شوية من اليورين في تيوب أخرى زجاج، تاخد شوية من اليورين في تيوب زجاج أخرى عشان تبتدي تعرضها للهب، وتشوف الاختبار هل هيظهر زي زلال البيض كده. لما بتغلي البيض اللي هو الزلال الأبيض، هتلاقي فيه جزء جيلاتيني ظاهر أبيض، ده معناه إن فيه بروتين موجب تأكيدي لاختبار الشريط. طيب ممكن يكون في امورفس، لان الامورفس برضه فوسفيت بتظهر بالتسخين. فانا عشان افرق بين ان دي بروتين ولا امورفس، بنضيف نقطتين 3 من الاسيتيك اسيد، من حمض الخليك اللي هيكون عندنا مثلا في المعمل. بيكون متوفر. ممكن لو انت عندك صبغه عد الابيض، او لو هو تجيب حمض خليك تضيف نقطتين 3. لو البروتين لسه ظاهر يبقى دوت هيكون بروتين. لو اللون الابيض اللي ظهر بعد الغليان اختفى، يبقى دي كانت امورفس مش بروتين. عشان برضه دي نقطه مهمه جدا تفريقيه. هنعرضه للهب ونجليه مع بعض، ونسنتر العينة برضو علشان نشوف الفحص الميكروسكوبي. طبعا علشان تعمل غليان يكون عندك لهب بنزين، او يكون عندك شمعة، او تقدر مثلا تجيب اي حاجة، اي قطنة مبللة بالكحول، وتبتدي تستخدمها كمصدر اللهب، وتبتدي تمسك بالفورسبس او بايدك انت وشطارتك، وتمررها على اللهب.
طبعا تعرضها للهب من الطرف العلوي عشان ما وتكون الأنبوبة وجهها لبره عشان ما تفرقعش في وشك. ماشي. على دماغي. ماشي. طبعا ده مظهر البروتين بعد الغليان، بيكون عامل العقارة اللي احنا شايفينها دي. ده البروتين، ده مظهر البروتين بعد الغليان. ضيف نقطة من حمض الخليج، لو التربت ده العقارة اللي تكونت دي اختفت يبقى ده أمورفوس، لو فضلت موجودة يبقى ده هو بروتين بالتأكيد. بعد ما ضفنا حمض الخليج العينة برضو ما زالت تربت، فإذا ده بروتين موجب. هنحط العينة في السنتر فيوج ونسنترها عشان نعمل الميكروسكوبيك اكزامينيشن. ده طبعا شكل العينة بعد ما سنترناها في سنتر فيوج. طبعا بقت من فوق كلير عشان كانت تربد. اللون طبعا دي بيلو واضح، وده الديبوزيت الراسب ممكن نقول ان عليه بلس واحد موجب واحد. طبعا الديبوزيت واضح فيه ان هو فيه بلاد ار بي سيز هتكون موجودة، وهنبتدي ناخد جزء من الراسب بالسيدمنت اللي موجود ده ونفحصه تحت الميكروسكوب ونشوف مع بعض ايه التفاصيل اللي موجودة. يلا بينا. طبعا بنبتدي نفضي معظم اليورين اللي موجود عندنا ونسيب جزء بسيط جدا، نعمل له ميكس علشان نحط جزء منه على الشريحة زي ما احنا شايفين، وبشريحة أخرى هنفرده ممكن نحط عليه كفر سلايد ونفحصه تحت الميكروسكوب مع بعض. يلا بينا. طبعا بنفحص بالعدسة 10 والعدسة 40 ونشوف بقى التفاصيل مع بعض. حرك الستيج. طبعا دي التفاصيل تحت الميكروسكوب. معظم الخلايا دي كلها باس سيلز، طبعا في ار بي سيز، ولكن معظم الخلايا دي باس سيلز، وكانت تقترب اللي هي تكون الباس سيلز اوفر 100. حرك المسرح كده ونشوف بعض التفاصيل. ده كده المنظر بالعدسة 40. زي ما قلنا دي كلها باس سيلز، خلايا صديدية، تكون حجمها كبير وشبه محببة، فيها الجرانيولوسايت عشان هي معظمها بتكون خلايا بيضاء، فبالتالي فيها فصوصها النيتروفيل والمونوسايت اللي بتعمل عملية الفاجوسايتوزيس. دي كلها باس سيلز، خلايا صديدية. دي باس سيلز اوفر 100، مفيش أي مسافات بين الخلايا. طبعا قدرنا نخفف شوية عشان نقدر نشوف بعض التفاصيل. ار بي سيز موجودة عندنا هي اللي حجمها صغير، الدوائر الصغيرة، والكبيرة بتكون هي الباس سيلز. فاللي عندنا الدوائر الصغيرة دي الار بي سيز، دي هتكون عاملة شبه الدايرتين في بعض. الار بي سيز دي كلها الصغيرة خالص، دي الدوائر الصغيرة دي كلها الار بي سيز، والكبيرة دي الباس سيلز. طبعا في بكتيريا بتتمشى في الفيلد ده، في بكتيريا بتتمشى، حاجات بتتمشى صغيرة كده، بس اللاي دي كلها بكتيريا. فدي الار بي سيز الصغيرة، ودي
كبيرة الباس سيلز على عدسة 40، دي باس سيلز الكبيرة في الحجم. واللي كانت معانا من شوية اللي هي الدوائر الصغيرة دي اربسيز الأصغر حجما. فده يعتبر الفحص الميكروسكوبي بالنسبة لنا. وفي ابيثيليال بسيطة موجب 1 موجب 2 وباس سيلز اوفر 100 واربسيز نقدر نقول بنعدهم طبعا، بنعد الاربسيز. الباس سيلز خلاص هي اوفر 100، الاربسيز من 20 ل25 في الرينج ده. نبتدي نعد الاربسيز الصغيرة دي 1 2 3 4 نعد بعينينا ونبتدي نقدرها ونشوف طالعة في الفيلد، ونعد أكتر من فيلد طبعا عشان نقدر نقيم النتيجة ونشوف في الآخر التقرير هيطلع ايه نتيجته إن شاء الله. طبعا حالة بالتفاصيل دي كلها كان مطلوب لها برضو يورين وكالتشر وسنسيتيفيتي، مطلوب لها مزرعة وحساسية. نبتدي نحضر لها الميديا الخاصة بيها، تزرع بقى على الكليد، تزرع على الماكونكي، تزرع على مثلا كليد وماكونكي وممكن بلاد، بس الكليد والماكونكي أهم شيء. وطبعا بتحضر برضو طبق خاص بالسنسيتيفيتي بيكون على نيوترنت أجار. وطبعا بحكم ان هي الباص اوفر 100 فطبيعي تحتاج مزرعه طبعا، ونشوف برضو المزرعه تبقى تطلع ان شاء الله. اكيد هيبقى في جروس، الا لو في بعض الشروط في المزرعه ان المريض طبعا يكون موقف المضادات الحيويه لمده 3 ايام تقريبا، علشان ما يكونش في ريزيستنس او في مقاومه، فتكون البكتيريا عامله حواليها الجذور بتاعتها تكون متحوصله، تكون عامله السبورز بتاعتها. فانت بتسيبها 3 ايام عشان تخرج من الحيصله، لان لو انت واخد مضاد حيوي خلال المده دي مبطلتش المضاد الحيوي هيحصل ان انت ممكن تيجي تعمل مزرعه يكون طالع معاك الباص اوفر 100 وفي الاخر تيجي تعمل مزرعه يقول لك نو جروس. بيكون دي مشكله من ضمن المشاكل مع حاجات كتيره جدا زي الاسترايل بايوريا او الصديد العقيم وتفاصيل كتير تانية. ولكن خلينا بقى نشوف النتيجه بتاعت التقرير هتطلع ايه في الريبورت، ونبتدي نتكلم على بعض الحاجات بشكل مبسط وسريع باذن الله. يلا بينا. طبعا دي نتيجة الحالة اللي احنا اشتغلناها مع بعض. في طبعا تقرير اليورين اكزامينيشن بيكون فيه مجموعة اجزاء. الفيزيكال اكزامينيشن هو الفحص الظاهري، والكيميكال اكزامينيشن والمايكروسكوبيك اكزامينيشن. الفيزيكال اكزامينيشن اللي هو الظاهري اللي احنا يعتبر شفناه مع بعض. طبعا الفوليوم بتاع العينه دي بتبقى عينه عشوائيه، القب بيكون عينه عشوائيه، يفضل عينه صباحيه او في اللي هي الميد ستريم يورين، العينه منتصف العينه الصباحيه، مورنينج ميد ستريم يورين، اللي هو المريض يبتدي اول جزء ما يدخل الحمام ما يجمعوش في القب، وبعد كده المنتصف يبتدي يجمعه، واخر شويه ما يجمعهمش. بيكون دول افضل جزء في اليورين، بحيث ان هو في اول جزء بينزل في الحمام، بحيث ان هو بيعمل زي تنظيف كده للمجرى البولي، فما بيكونش فيه اي حاجه موجوده شوايب او اي حاجه، وبعد كده بيجمع لي بقيه الاجزاء. دي النتيجه اللي اشتغلناها مع بعض. الفيزيكال اكزامينيشن قلنا الفوليوم بيكون راندوم سيمبل اللي هي العين. الكالر بتاعنا طبعا زي ما شفنا العينه كانت ديب، ارجع طبعا للاول كده هتلاقي العينه كانت ديب يلو، يا دوب يعني صفرة شديده جدا. الاودر دي اللي هي الرائحه، اللي هي الرائحه بتاعت العينه دي بالنسبه لنا طبعا انت ما شمتهاش في الفيديو، لكن هي كانت اوفنسيف، رائحه قاريه جدا، شكلها غريب. بالاسبكت بتاعنا طبعا كانت عينه تربد، وبان ان هي طبعا في فرق بين التربيديتي العقاره وبين الديبوزيت وبين الكلر، كل شيء. الكلر اللون، لكن اللون نفسه كان باهت، كان معكر. لما سنترت العينه وحصل لك الديبوزيت اللي احنا شفناه اللي كان فيه بعض من البلاد تحت، ده كان الديبوزيت، فكان الديبوزيت +1، والاسبكت اللي هو المظهر كان تربت. ده اسمه الفيزيكال اكزامينيشن او الفحص الظاهري. الجزء الثاني اللي عندنا اللي هو الكيميكال اكزامينيشن. زي ما احنا شايفين كده الكيميكال اكزامينيشن عندنا في الرياكشن بتاعنا، والرياكشن كان في العينه دي كان اسيدك، الاسيدك لحد 7، اقل من 7 بيكون نيوترال متعادل، وفوق ال7 بيكون الكلاين. وهيفرق في حاجات كتيرة جدا زي انواع الكريستالات اللي موجودة، ودي كلها هتلاقي فيه حلقات تفصيلية احنا شارحين فيها اليورين، سواء الكيميكال او الفيزيكال او الميكروسكوبيك اكزامينيشن على القناة. الشوجر ما كانش فيه عندنا للحالة دي اي جلوكوز، ما كانش فيه اسيتون. النيترايت طبعا كان موجود، والنيترايت ده البول نورمال بيكون فيه نترات. في حالة وجود إن في بكتيريا موجودة في عينة البول، فالبكتيريا بتختزل النترات وبتحولها إلى النيترايت، فبتظهر وبتكون دلالة على وجود بكتيريا. وزي ما قلنا في تفاصيل كتيرة دي كلها شرحنا في فيديوهات، كانت النهاردة عايزين نشتغلها وعملي. السبيسيفيك جرافتي اللي هي الكثافة النوعية، وعندك البيليروبين
اللي هو الصفرة والبيليروبين في الحالة دي طالعة تريس، كان في بيليروبين طبعا. اليوروبيلونجين هي المفروض اليوروبيلونجين في البول بتنزل بشكل طبيعي نورمال، لكن في الحالة دي كانت زايدة زيادة شديدة، نقول بلس 2. الليكوسايت طبعا اللي هو عبارة عن الليكوسايت ده اللي هو تفاعل بيدل على وجود خلايا أو كرات الدم أو خلايا الدم البيضاء. طبعا الليكوسايت كان بلس 3 كان عالي جدا، البلاد كان موجب 2، وكل ده شفناه فين؟ في الشريط بتاع الستريب يورين أو اليورين ستريب. وعملنا الاختبار التأكيدي بتاع البروتين اللي هو الغليان، وظهر لنا الغليان، بعد الغليان ظهر لنا البروتين، وبرضه حطينا النقطة من حمض الخليك وظهر مازال موجود فما يكونش امورفس. دي كلها ليها اختبارات تأكيدية بتعمل. الميكروسكوبيك اكزامينيشن وده احنا اشتغلناه مع بعض تحت الميكروسكوب، وشفنا اشكال الار بي سيز والباس سيلز، الخلايا دي شفناها مع بعض كلها. الباس سيلز كانت اللي هي حجمها الكبير اللي هي بتكون محببه، والار بي سيز اللي هي الصغيره وبتكون فيها الباي نيوكلاي اللي هي النواه او السنترال بالور الشحوب المركزي، وبيكون اصغر حجما كانت موجوده وظهر. حط صورها برضو عشان نشوفها. كانت الار بي سيز والباس سيلز دي، كانت الباس سيلز كانت اوفر 100 خلايا صديديه، والار بي سيز كان بحدود اللي هي الحجم الاصغر كان في حوالي من 30 35، ودي كلها بنعدها مع بعض. بس السيلز كانت ما كانش فيه كتير. طبعا العينات اللي بتكون كثيفه زي كده بنبتدي نخففها عشان نشوف اي تفاصيل. لما شفنا برضو معانا في العينه كان في بكتيريا باسيلاي، عصويات صغيره كده، طبعا البكتيريا بتكون اما كوكاي او بتكون باسيلاي، وكان شايفين باسيلاي مع بعض كانت موجب 1 دي الباسيلاي. ما شفناش اي كاست، ما شفناش اي كريستالز، الكريستالز اللي هي الاملاح يوريك اسيد وكالسيوم اوكزاليت والتفاصيل دي كلها. ما شفناش اي تروفوزويت ولا اي ميوكس ولا اي ارتفاكتس اللي هي الشوائب ولا اي فطريات. دي كان معظم تفاصيل اليورين اكزامينيشن بتاعت الحاله اللي معانا النهارده. لو في اي حاجه مش واضحه، طبعا الحاله بالنسبه لنا كانت في ميل 70 سنه، طبعا اكيد في التهابات شديده في مجرى البولي، ومطلوب لها كمان هيتعمل لها يورين كلتشر، وهيتعمل لها يورين كلتشر ان شاء الله زي ما قلنا. وهنشوف بعد كده ايه السنسيتيفيتي، ايه الانتيبيوتكس اللي هتطلع معاها حساسه، بحيث ان المريض او الطبيب يقدر يتعامل مع الحاله دي باذن الله. وطبعا دي كانت الحلقه بتاعتنا النهارده، اشتغلنا اليورين اكزامينيشن مع بعض، ويا رب تكون الحلقه بتاعت النهارده كانت مفيده كبراكتيكال يورين اكزامينيشن اشتغلنا مع بعض. حاولنا من يعني نكون بشكل سريع، بيكون شكل مبسط، ما طولناش قوي. في طبعا تفاصيل كتير انت تقدر تشوفها على القناه، عاملين اكتر من حلقه عن اليورين، لان اليورين من التحاليل المهمه جدا وبيعبر عن صوره الجسم. كل شيء ظاهر ايجابي في التحليل ده، يوروبيلونجين بالروبين، كل واحد في دول موجود له دلاله من وجوده، نيترايت، باس سيلز، ار بي سيز، كل شيء من دول له دلاله وله مشكله عملت وجوده، فدي طبعا لازم تتحل. ويا رب نكون وفقنا النهارده وبالتوفيق ان شاء الله.